يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا الايام بخير. النهاردة هنعمل عاشورة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتعجبكم جدا جدا غير اي عاشورة عملتوها قبل كده. هنعملها بتكة بسيطة كده حلوة، هتغير من شكلها ومن ريحتها ومن طعمها. بجد ريحتها كان حلوة جدا جدا وعجب الأولاد جدا. بصوا شكلها كده خطير. طبعا من نص كيلو هنرمي كمية محترمة منها زي ما انتم شايفين. وهننسى خالص حاجة اسمها ان احنا ننقع قمح او نقعد يومين نعمل في العاشورة دي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الطريقة ونشوف هي قد ايه بسيطة. انا جبت مية وحطيت نص قمح، غسلته كويس جدا وحطيته فيه. رفعتها على النار وسبتها ساعتين، نص ساعة بس على النار، وساعتين وغطيت عليها وسبتها. بصوا بقى مفرولة ومستوية وحاجة كده آخر آخر جمال. طبعا زي ما انتم شايفين شربت المية كلها. عشان كده انا بحط نص الحلة مية، او بما يعادل 4 كوبايات مية. وبحط القمح وبسيبه نص ساعة بس على النار وخلاص. بشيله من على النار واطفي عليه واسيبه متغطي بس ساعتين. نيجي بقى عند اللبن، هنعمل كيلو ونص من اللبن. 4 معالق من النشا، ومعايا 6 معالق من السكر. طبعا السكر ده بالنسبة لي طلع قليل، ما ظبطش معايا قوي، فانا احتجت ان انا احط 4 معالق تاني. يعني بما يعادل كوباية من السكر. طبعا لو حابين ان هو مسكر اكتر من كده تضيفوا سكر عادي جدا. هنزل باللبن بقى والنشا على البليلة، وهبدأ ان انا ارفعها على النار. دلوقتي بقى هعمل الطشة بتاعتي، حاجة كده خطيرة بصراحة. لو جربتوها ان شاء الله هتعتمدوها على طول. معلقتين من الزبدة الفلاحي، وده ضروري جدا ان هي تكون من الزبدة فلاحي. لو مفيش سمنة عادي مفيش اي مشكلة، بس دي بجد تفرق في الطعم. معايا هنا كنافة انا مفرزاها اصلا، محمراها زي ما انتوا شايفين كده وشايلاها عندي في الفريزر. لو ما عندكيش وعندك طازة مفيش اي مشكلة، تقدري تحمري ربع كيلو. معايا هنا 3 معالق من جوز الهند، ومعايا 4 معالق من الزبيب. طبعا الكمية اللي تناسبك، لو حابة تحطي أي نوع مكسرات تاني مفيش أي مشكلة. بس بالنسبة لي ال3 أنواع دول حلوين جدا، ميكس حلو قوي قوي مع العاشورة. هقلبهم كويس جدا وهرفعهم على النار لحد ما الريحة تطلع، ريحة الزبدة الفلاحي تطلع. زي ما انتوا شايفين هنا العاشورة بدأت تربط معايا. قلبتها تقلبتين كده، وهبدأ ان انا اخد 3 معالق بس من الطشة اللي انا عملتها. هبدأ اقلبها زي ما انتوا شايفين العاشورة معايا لونها ابيض. هيبدأ لونها ياخد لون الاوف وايت كده شوية، بس مفيش اي مشكلة. طبعا ده من الكنافة عشان الكنافة متحمرة، ومعايا كمان الزبدة ومعايا المكسرات كمان. هتاخد كمان غلوة، هديها غلوة كده بس 5 دقايق مش اكتر. وهبدأ ارفعها من على النار وهسيبها تبرد شوية. وهبدأ بقى احطها في اطباق، في علب، اللي يريحك او اللي موجود في البيت. هفرغ كل الكمية زي ما انتوا شايفين. وطبعا بنسيب مكان عشان نحط مكسرات تاني من فوق. مش بنملى العلبة قوي. طبعا لو وصلتي لحد دلوقتي معايا في الفيديو، ياريت ما تنسيش لايك واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد. وإن شاء الله بإذن ربنا لو جربتي طريقتي وعجبتك طريقتي ما تنسيش تقوليلي في الكومنت. هنخلص بقى الكمية كلها، وما شاء الله عليها هترمي كمية معايا محترمة جدا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها. دلوقتي هنبدأ بقى ناخد باقي المكسرات معايا وابدأ احطها على الوش كده. بجد كان ريحتها حلوة جدا جدا وعجبت الأولاد جدا. وزعي بقى لحبايبك لجيرانك. عايزة تنزلي للناس اللي في الشارع، تدي لأي ناس بتوع النظافة اللي في الشارع، أو الناس اللي بتشتغل بتبيع خضار. الناس يعني اللي بتبقى قاعدة في الشارع وبتشتغل. كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا الأيام بخير يا رب. وإن شاء الله طريقتي تعجبكم. وما تنسوش تشجعوني بلايك، واستنوني فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.
يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا الأيام بخير. النهاردة هنعمل عاشورة بطريقة